كلمة الخريجين يلقيها نيابة عنهم رقيب أول محمد عبد الرحمن التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم العقيد الدكتور عبد الله بن ناصر الرفيس، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أقف أمام سعادتكم نيابة عن زملائي الخريجين مبديا عظيم الشكر والتقدير لسعادتكم لرعايتكم حفلنا هذا، كما أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاح مثل هذه الدورات المهمة لرجال الأمن، كما أتقدم لزملائي الخريجين بالتهنئة القلبية الخالصة بمناسبة تخرجهم من هذه الدورات القيمة التي تعود عليهم بالنفع في حياتهم العملية بإذن الله لخدمة هذا الوطن الغالي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يحفظ هذه البلاد الطيبة وقيادتها الرشيدة تحت ظل حكومة خادم سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. شكرا لسعادتكم ولمنسوب المدينة دون استثناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دورة أعمال السجون التخصصية حصل على المركز الأول الرقيب أحمد بن سالم الحازمي. حصل على المركز الثاني الوكيل رقيب طلال الفوز النزلي. حصل على المركز الثالث الرقيب أول محمد عبد الرحمن السعدي. نشكر سعادة